السلام عليكم ورحمة الله، وفيديو جديد وتجهيزات رمضان. والفيديو ده على تفعيز ورق العنب. زي ما انتم شايفين انا جايبة كيلو عنب، ورق عنب. حطيته في الحوض عندي علشان اغسله الاول، اشطفه شطفة حلوة، وبعد كده هبدأ اصفيه. بننزل منه التراب الاول واشطفه كويس قبل ما احطه في المية المغلية. انا في الوقت ده انا حاطه مية على النار فيها ملح وخل. هشطف العنب، ورق العنب، وهسيبه يتصفى، وهبدأ اخد واحدة تكون العنقود بتاعها كده طويل شوية، علشان انا هلبس فيها بقية ورق العنب اللي بشيل منه الحتت الناشفة دي، واحط واحدة يمين وواحدة شمال، والبسها كده كأني يعني بعمل شجرة صغننة فوق بعضيهم كده، علشان اكيس كل مجموعة في كيس. وقت ما ابقى عايزة اعمل ورق عنب بتيجي تطلعيه من الفريزر، بيبقى سهل كده. بحطه في المية بعد ما غليت، مية وفيها خل وملح. بما ان انا هشيله مش بسويه قوي، يعني 3 دقايق كده ولا حاجة، وبروح رافعاه من على النار واسيبه يتصفى. بطلعه زي ما انتوا شايفين واسيبها يتصفى براحته كده. ببدأ بعد ما يبرد اكيسه واشيله في الفريزر لحين الحاجة. اتمنى تكون وصفاتي سهلة وخفيفة عليكم، وما تنسونيش في اللايك والشير.